بثنائية تريزيجيه الأهلي يفض الشراكة مع يانج أفريكانز وينفرد بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط في الصدارة. الأهلي بعد العودة بعد غياب شهرين 2 يعود ويسعد جماهيره، ومفيش أجمل من كده طلة من طلة الملك ملك أفريقيا صاحب 12 لقب قاري. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز. أداء في الشوط الأول كان في البداية مش قد ما هو مطلوب من لعيبة النادي الأهلي، ولكن بعد إحراز الهدف فتح يانج خطوطه. تمرس النادي الأهلي وأضاع تريزيجيه وأضاع جراديشار وأضاع إمام وأضاع زيزو وأضاع محمد بن رمضان، ونجح تريزيجيه في إحراز هدفين. مبروك للأهلي ومبروك لجماهيره. شكرا لعيبة النادي الأهلي بالكامل، أداء أكثر من رائع بعد غياب شهرين 2. إن شاء الله تكون بداية لمشوار اللقب ال13 للنادي الأهلي في الجزيرة بإذن الله. ياسس روب إدارة أكثر من رائعة في كل المباريات حتى الآن. لعيبة النادي الأهلي وتألق، وتريزيجيه هداف البطولة حتى الآن رغم الانتقادات الرهيبة من جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية، ولكن برصيد 6 أهداف تريزيجيه بيتربع على عرش هدافي دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق للنادي الأهلي في القادم إن شاء الله.